هيحصل ايه لو حطينا تمر هندي على سلطة الدقوس؟ ده بالظبط اللي اليمنيين عملوه، عملوا احلى شتني بالحمر. حمر معناها تمر هندي. هنحتاج قطعة متوسطة تقريبا من التمر الهندي، هنقعها في ميه مغلية، ما تكتروش ميه، ربع كوباية تقريبا. استناهم لحد ما التمر يطرى ويدوب، وابتدي ان انا افركه كويس بايدي. اهم حاجة تخلصوا من كل البذور، بذر التمر عامل زي الزلط ممكن يبوظ الكبة. في الكبة بقى احط الطماطم، الكزبرة الخضراء، نعناع فريش، فلفل حامي، فص ثوم واحد مش هكتر، واضيف عليه منقوع التمر الهندي اللي حضرناه. والتوابل مش هحتاج اكتر من رشه من الملح. اضربهم في بعض كويس وهيبقى عندي احلى شتني بالحمر. طعمها ميزز ومنعش كده في نفس الوقت، وبجد لو انا اختار هقول ان دي احلى سلطه ممكن نعملها. كنت خايفه من طعمها بس بجد عجبتني قوي. السلطه التانية برضو من اليمن اسمها بسباس حضرمي، بتتعمل على النار، زيت زيتون، عليها بصل، فلفل احمر حامي ورومي، وثوم وطماطم. احط لهم رشه ملح وعليهم كويس واسيبهم على النار هاديه جدا. بس طبعا ايدي فيهم كل شويه بفتح وبقلب علشان مش عايزاهم يتحرقوا. هيحتاجوا تقريبا 10 دقايق لحد ما يكون الخضار كله دبل خالص. كل ما تسيبوا الخضار يدبل اكتر كل ما كانت النتيجه في النهايه احسن. بعد ما الخضار يكون خلاص دبل بقفل عليه واضيف له معلقه كبيره من اي نوع خل متوفر عندكم، واسيبه لحد ما يهدى شويه، وانقلوا الكبه وافرموه كويس. اهم حاجه افرموه ناعم على قد ما تقدروا. وكده البسباس الحضرمي يكون جاهز. هو طعمه بيكون فيه سنه سموكي كده من الفلفل اللي احنا حاطينه، لذيذ جدا. والألذ ان الكميه اللي فضلت حطيت عليها زبادي وشويه توابل وتبلت بيها فرخه وكانت خطيره. قولوا لي ايه اغرب السلطات اللي انتوا جربتوها؟